هذه ماشي الشخرة وماشي الميكوبلازما، هذا يا صديقي مرض نيوكاسل. نيوكاسل اللي كيجي بجوج ديال الاعراض اولا جوج الحالات شاده. كاين الحاله الاولى اللي كتصيب الجهاز المعوي والجهاز التنفسي، كيف ما كتشوفوا كيولي عندنا براز اخضر متكبد. والحاله الثانيه هي اللي كتصيب الجهاز العصبي، كيبان لك الفروج لاوي عنقوله، المهم تجي بحال الحاله ديال بوعنينيق. والخطير هو هاد الحاله ديال الجهاز المعوي والتنفسي، بحيث ان الفيروس كيصيب لك الجهاز الهضمي ديال القطيع. اين فوا تبدا عندك ديك البزقه كتبعها صعوبه في التنفس والمناعه كتهبط. كيفاش تقدر تيفيتي الخسائر الكبيره الا قدر الله؟ المهم انا استفدت واحد شويه واخا روطار داك الشيء. اول حاجه غدير هي اين فوا تبان لك بزقه بحال هذه اللي غادي نوريك، اعزل ديك البياسه، اعطيه مضاد السموم اولا نوفاموكس وتبعو واحد اليومين. بان لك التنفس بدا واحد الصوت كيخرج مجهد وضيق في التنفس، اعطيهم تيتراسيكلين ولا جيب اطلادوكس، من الاحسن اطلادوكس، حيت الحالات كيف ما كتشوفوا كتبدا بحال ما هكا، كتبدا رغوه في العين، صعوبه في التنفس مع واحد الصوت ديال الزفير ديال الصوت ديالها. المرحله الثالثه والخطيره هي كتجي جلاله، كتولي العين زرقاء. ملي كتوصل ديك المرحله ديال الجلاله فهنا الدجاجه كتقطع الماكله، ما كتبقاش تقدر تاكل ولا تشرب، فدونك غادي تودعها. كيف ما قلت لك يا صديقي، اهم حاجه تقدر دير هي ترد البال وتعزل مزيان وتعاون بالفيتامين في ديك المرحله، حيت الا دخلتي لديك المرحله فانت غادي تاكل العصا ديال بصح. والا ما عزلتيش القطيع، ما عزلتيش الدجاجات المرض على القطيع، فانت غادي دير نفس الخطا اللي درتو هنا. وكيف ما كتشوف راه حتى الدجاجات ديال البراهمه زدتهم مع هذوك حيت شربوا ليهم من الشرابه. كنصيحه اخيره، هاد المده ديال هاد الفصل هذا حاول تيفيتي ما تدخلش شي دجاج من السوق، او لا مشيتي للسوق حاول ما تطلعش عند الدجاج ديالك قبل ما تنيطوي راسك. لله ما اعطى ولله ما ابقى. اما قريب ان شاء الله غادي ندير شي فيديو بالتفصيل بالديتاي على هذا المرض. خلي معك شي جيم وشي كومونتير.